عليكم ورحمة الله وبركاته. فكرة مشروع اليوم هي ماكينة صناعة إيد المقشة أو المكنسة اليدوية. فكرة اليوم أرباحها بتتعدى صافي ربح 30,000 جنيه شهريا. الفكرة زي ما احنا شايفين وهنشوف دلوقتي، هنعرض ماكينة صناعة إيد المقشة الخشب. حاجة زي ما احنا شايفين كده، يعني اللي شغال على الماكينة ديت هي بتنتج في الوردية الواحدة 2200 إيد مقشة. لو حسبنا التكلفة زي ما احنا شايفين، وهنقول ان تكلفة ايد المقشة نسينا نتكلم نقول على ان تمن الماكينة دي بيتراوح من 45 ل60 ألف جنيه. ايد المقشة الانتاج اليومي بتاعها زي ما قلنا في الوردية الواحدة 2200 ايد مقشة. لو هنتكلم على ان تكلفة ايد المقشة زي ما احنا شايفين بتكون من 2 جنيه ونص الى 2 جنيه 75 قرش، ونقدر نبيعها بحوالي 5 جنيه ونص. 5 جنيه ونص هيبقى احنا عندنا صافي الربح 2 جنيه. لو قلنا ان احنا هنشغل الوردية 15 يوم فقط، يبقى احنا عندنا ربح يومي 2 جنيه في 2200. يعني احنا بنعادل جنيه مكسب في ايد المقشة الواحدة بعد عملية التسويق وبعد الشغل ده كله. هنقول ان احنا صافي الربح بتاعنا 30,000 جنيه في الشهر. طيب، طريقة التسويق هنسوق في المولات، وهنسوق في السوبر ماركت، وأماكن بيع أدوات اللي هو تجهيز العرايس في محلات الأجهزة المنزلية. يبقى عندنا أماكن التسويق، فكرة المشروع، تكاليفه ودراسة الجدوى. دراسة الجدوى هيتراوح التكلفة اللي احنا عاوزينها هتبقى عبارة عن الماكينة من 45 ل60 ألف جنيه. المكان اللي احنا هنحتاجه أوضة فوق سطوح، أوضة في شقتك، أي مكان، بدروم بيتك، أوضة بيتراوح، يعني المكان كله مش هياخد أوضة 4 في 4، لأن الماكينة زي ما احنا شفنا صغيرة، والأدوات والخامات اللي بتستخدم فيها حاجة حسب إمكانياتك أنت تقدر تعملها. ويبقى صافي الربح عندنا 30,000 جنيه. هنعمل سلسلة فيديوهات عن مشروع ماكينة إيد المقشة، بس باختصار المشروع مربح جدا، وممكن تقدر تحقق منه دخل 30,000 جنيه لو قدرت تستغل عمليات التسويق وتخفض من أسعارك شوية. يبقى بالتالي الدنيا عندك كاملة. ممكن نعمل فيديو كامل عن صناعة المقشة بالكامل، إيد المقشة وبقية محتوى المقشة، وده هيضاعف الأرباح وهي هتبقى فتحة رزق عليك بإذن الله. السلام عليكم.